السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في القناة ديال الرياضيات للنجاح. فالموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم ولا الدرس اللي غنهضروا عليه اليوم هو ما بين الدروس اللي هي مهمة بزاف. فبزاف ديال التلاميذ كيلقاو فيها مشاكل، سواء بالنسبة للتلاميذ ديال المستوى الابتدائي او لا التلاميذ ديال المستوى الاعدادي. مفهوم؟ فبزاف ديال التلاميذ كيلقاو مشاكل في هذا الدرس هذا. علاش؟ لان ما عندهمش كيف ما تنقولوا واحد البناء اللي هو جيد لهذا الدرس هذا، اللي هو الاعداد العشريه، يعني فيه بأربعة ديال المراحل. فانا غنحاول انني نلخصهم لكم اليوم في هذا الدرس هذا، اللي غادي يكون بطبيعه الحال قيم، وغادي يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج. فملي غتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا من الاول ديالو حتى الاخر، فانكم ما عمركم غادي تبقاو تلقاو معاه مشاكل. فبالنسبه لكم كآباء كتشاهدوا تعاودوا تشرحوا لوليداتكم، اولا كتلاميذ كتفرجوا فيا. فاول حاجه غادي نبداو شنو هو كيف ما تنعرفوا حنايا اول حاجه كنبداو فيها في الرياضيات اللي هي المفهوم ديال عدد عشري. فشنو كنقصدوا بعدد عشري؟ اول حاجه بعدا غادي نشوفوا اليوم تعريف ديال العدد العشري. اول شيء عندنا الترتيب، كيفاش نرتبوا الاعداد العشري، ثم عندنا المقارنه. بعد ذلك ملي غادي نشوفوا المقارنه غادي نشوفوا ايضا بالنسبه للجمع ديال الاعداد العشريه عندنا الجمع، وغادي نشوفوا ايضا الطرح. بعد الطرح غادي نشوفوا عندنا الضرب. مفهوم؟ وايضا قسمه. فهادو هما الحوايج اللي خاصنا نكونوا عارفينهم من هذا الدرس هذا. فاول حاجه غادي نبداو. اذا شنو كنقصدوا بالعدد العشري؟ اذا اول شيء الا قلت لكم مثلا هذا العدد شحال، غادي تقولوا لي اكيد 15. مزيان، هذا العدد هذا 15 ما فيه حتى شي حاجه، ولكن الا زدنا فقط واحد الحاجه هنايا شحال غيولي؟ 1.5. اذا هذيك الفاصله هي اللي تتقول لنا باللي هذا العدد هو عدد ماذا؟ عدد عشري. اذا اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو العدد العشري. دابا هو العدد الذي تكون فيه الفاصله. اي عدد شفناه فيه الفاصله فهو عدد عشري. مثلا 0.5 عدد عشري، 100.9 عدد عشري. علاش؟ لان توجد فيه الفاصله. بعد ذلك الان ملي تعرفنا على شنو هو العدد العشري، غادي نمشيو ونعرفوا هاد العدد العشري كيتكون ايضا من، كتشوفوا معايا هنايا عندنا واحد هذه كتسمى لا بارتي، يعني الجزء. عندنا جزء قبل الفاصله وجزء وراء الفاصله. اذا نعاود نكتب لكم هنا باش يكون لكم باش يبان لكم احسن. اذا هذا فهو كنهضروا على جزء قبل الفاصله، وعندي هنايا جزء بعد الفاصله. هذا الجزء هذا كيتسمى جزء صحيح لانه قبل من الفاصله. هذا الجزء الصحيح هو واحد. مفهوم؟ والجزء اللي من بعد الفاصله كيتسمى جزء عشري. مفهوم؟ اذا هذا الجزء الصحيح حنا ديجا قريناه في الثالث، وايضا في السنه الثانيه والثالثه والرابعه ابتدائي. كنعرفوا بان الجزء الصحيح هو من اش كيتكون؟ من وحدات، عشرات ومئات. مفهوم؟ والجزء العشري هو الجزء اللي عندنا جديد اللي غادي نشوفوه هذا العام هذا. فالجزء العشري كيتكون من ناش؟ كيتكون هو جزء، يعني كناخذوا غير شويه. جزء يعني عندنا اول حاجه هذا الرقم مباشره اللي بعد الفاصله كيتسمى اجزاء من الاعشار. مفهوم؟ تكتب بحال هكا اجزاء من الاعشار. بعد ذلك كيجي واحد الرقم شنو كيتسمى؟ كيتسمى لنا اجزاء من المئة. مفهوم؟ وبعد ذلك عندنا اجزاء من الالاف. مفهوم؟ غنوريكم هنايا ورقه اخرى تكون واضحه اكثر. اذا قلنا الجزء العشري هو الذي تكون فيه الفاصله، ويتكون من ماذا؟ من جزئين.
الجزء الصحيح الطبيعي فيه وحدات، عشرات ومئات. والجزء العشري هو الذي يتكون من ماذا؟ أجزاء من الأعشار، أجزاء من المئات، وأجزاء من. اذا كيف تعرفنا في الفيديو الاول على او كيف تعرفنا في بدايه الفيديو على التعريف ديال العدد العشري. شنو الحوايج اللي غنشوفوا؟ التعريف ديال العدد العشري هو الذي تكون فيه الفاصله. بعد ذلك يعني اجزاء ديال العدد العشري قلنا كيتكون من جزئين، الجزء الصحيح فيه الوحدات، العشرات والمئات، والجزء العشري هو الذي يتكون من اجزاء من الاعشار، اجزاء من المئات، واجزاء من الآلاف. إذا هنايا غادي ناخدو ورقة وغادي نرسمو هنايا الجدول باش يتوضح لكم أكثر. إذا هنا هاد الجدول غنقسموه على جوج ديال الخانات. بالنسبة للخانة الأولى هنا غادي نكتب جزء عشري مفهوم. هنايا غادي تكون عندي الفاصلة، وهنايا غادي نكتب الجزء الصحيح مفهوم، الجزء العشري وهنا الجزء الصحيح. اذا غادي نحاول نقسمهم. مني خديت غادي نحاول نقسم الاجزاء على 2. اذا هنا غنقسمها على 3 وهنا ايضا على 3. قلنا الجزء الصحيح كيتكون مناش وحدات، عشرات ومئات. والجزء الصحيح الجزء العشري كيتكون لنا من ناس اجزاء من الاعشار، نكتبها بحال هكا، وهنايا عندي اجزاء من المئات، وهنايا اجزاء من الالاف. اذا اول شيء بالنسبه لكم كتلاميذ يعني تعرفوا مثلا الى خدينا 12.013. اذا الا خدينا 412.013. اول شيء هو عدد عشري لان كتكون فيه الفاصله. اذا الا خدينا هنا كيف قلنا 412.013. الا خدينا مثلا 2 بغينا نشوفوا الرتبه ديالها فهي رقم بعد الفاصله. اذا غتكون في الوحدات، واحد الرتبه ديالها هي العشرات، واحد هنا عشرات، وأربعة الرتبة ديالها هي المئات. فغنمشيو للجزء الصحيح. عندي الصفر مباشرة بعد الفاصلة فهو جزء من الأعشار، وعندي واحد اللي هو جزء من المئات، وعندي 3 اللي هو جزء من الآلاف. من بعد ما شفنا يعني كيفاش نكتبوا الجزء العشري في الجدول، مثلا غادي ناخدو مثلا رقم آخر اللي هو 934.15. وغنقول لكم مثلا 4 اللي هي جزء صحيح وحدات، 3 عشرات، 9 مئات. وغنمشيو لواحد اللي هو أجزاء من الأعشار، و5 اللي هو أجزاء من الآلاف. من بعد ما شفنا يعني الجدول هذا الجدول هذا كيف كتشوفوا معايا فخاصو انه يتحفظ. هذا الجدول هذا غينفعكم فاش في الرتب. اذا من بعد ما تعلمنا العدد العشري والعدد الصحيح غادي نمشيو مثلا الى عطيتكم مثلا هذا الرقم وقلت لكم كتبوا لي بالاحرف، فغادي تكتبوا لي اما غادي تجمعوا هذا كامل وغتكتبوا عندكم غتكتبوا بحال هكا 412 وحدة، يعني وحدات، و 13 يعني شنا هي هنا 3 فين عندنا أجزاء من الآلاف، يعني غنديرو 13 أجزاء من الآلاف، أجزاء من الآلاف. نعم مفهوم. أو نكتبو 2 وحدات، 1 عشرات، و4 مئات، و1 أجزاء من المئات، و3 أجزاء من الآلاف. أو كنجمعو كل جزء بوحدو وكنسبو ليه إلى الوحدة اللي هو فيها آخر رقم. مفهوم. من بعد ما شفنا الكتابة الآن غادي ننتقلوا مثلا المقارنة. فملي تنبغي نقارن عددين عشريين، إذا أول شيء أبدأ بماذا؟ أبدأ ملي تكون عندي
مقارنة. إذا أول شيء كنبدا به هو مقارنة الجزء الصحيح. مثلا عندي 15.04 وعندي 15.06. إذا أول شيء هو مقارنة الجزء الصحيح. كتلاحظوا معايا أن الجزء الصحيح هو 15، وهنا الجزء الصحيح هو 5. إذا عندي 15 هنا 15 هنا. لماذا نلاحظ؟ أول شيء مقارنة الجزء الصحيح، لاحظت بأنهم متساويين، يعني إذا كانوا متساويين نمر ماذا؟ نمر مباشرة إلى الجزء العشري بدءا بماذا؟ بدءا بالأعشار. فهم؟ لأنه هو اللي كاين وراء الفاصلة مباشرة. إذا هنايا عندي 0 وهنايا عندي 0. كنلاحظ أنهم متساويين، ثم نمر إلى ماذا؟ نمر إلى أجزاء من المئات. مفهوم؟ إلا مريت من أجزاء من المئات غنلاحظ بأن هنا 4 وغنلاحظ بأن هنا 6. إذا 4 أصغر من 6، وبالتالي الرمز اللي غنستعملو هو رمز أصغر. مفهوم؟ إذا نعاود نديرو واحد التذكير اللي هو بسيط. العدد العشري والعدد الذي تكون فيه ماذا؟ كيف قلت لكم هنا هو الذي تكون فيه الفاصلة، ينقسم إلى قسمين: جزء صحيح وحدات عشرات مئات، والجزء العشري اللي هو الزاء من الأعشار، الزاء من المئات، الزاء من الآلاف. من بعد كناخذوا هذوك الأجزاء خصنا نرسموهم، وكل رقم نكتبوا ليه الرتبة ديالو. مفهوم؟ وما نساوش هنايا في الجدول منين نكتبوا الرقم نديروا الفاصلة. مفهوم؟ بعد ذلك كتبنا العدد العشري، كتبناه. مفهوم؟ كتبناه باش بالأحرف. بعد ذلك نمر لمقارنة الأعداد العشرية. كنا نبدأ بالجزء الصحيح ثم نمر إلى الجزء العشري بدءا بالأعشار، الزاء من المئات، ثم الزاء من الآلاف. مفهوم؟